القلقاس اللي خلت كل الناس تحتاس وهي كلها ما تنفعش غير بالطشه دي كده. فينا كده كل شتا نفضل نتخانق بسبب الوصفه دي ونقول ينفع وما ينفعش، ينفع وما ينفعش. عيني بقى احلى طشه للقلقاس، هو ده الكلام. بصي خلاص بقى احنا نمشيها، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، او انا اقول لك انا باكل اللي يعجبني وبلبس اللي يعجبني. والله العظيم، وكله بسبب الوصفه دي اللي عامله لنا قلق في الدنيا كلها، وهي القلقاس اللي خلى كل الناس تحتاس والله العظيم. واللحمه بتاعتها ما بتتعملش غير بالطريقه دي، ولا تسلقيها ولا تحمريها، لازم بالطشه تعمليها. انزلي كده ننزل بقى نشوف. الله 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 الله، بصي لي بقى على حته اللحمه الملبسه دي. سيدي يا سيدي، هو ده الكلام. ما كانتش وصفه يا بنات اللي تخليكم تعملوا في نفسكم كده. والله عايزه اقول لكم القلقاس ده بشوف ناس كتير حتى يعني بيبقوا اتنين جوه بيت واحد وبيتخانقوا بسبب القلقاس بيتغسل ما بيتغسلش. يا جماعه كل واحد يعمله بطريقته. انا عن نفسي ما بحبوش مغسول ده بيدخلني في طريق ان انا باكل بطاطس على طول. انا بمسكها اقشرها زي ما شفتيني كده، وامسكها في فوطه نظيفه محترمه او فوطين، وافضل المع فيها لحد ما تبقى قشطه، لان الجيلاتين اللي فيها او الماده اللي في القلقاس ديت اللي الناس بتفضل تغسل فيها، هي دي اللي بتديله طعمه وحلاوه. القلقاس لما بيتغسل بيقلب لبطاطس، بحس ان انا باكل بطاطس بالسلق. طب ايه رايكم بقى نعمل في مره ترند بطاطس بالسلق، وتعرفي بقى ان فعلا القلقاس لما بيتغسل يا بنات بيبقى عباره عن بطاطس بالسلق. القلقاس يا جماعه ما بيتغسلش، هتقولي لي مين ما بيتغسلش؟ خلاص انا اتعودت عليه على كده. لما حاولت مره اجربه ان انا اغسله حسيت ان انا باكل بطاطس، انما القلقاس هو كده. يلا بينا بقى نفرز القلقاس واوريكي بيتفرز ازاي من السنه للسنه، لان ناس كتير لما نزلته في تجهيزات العروسه قالت لي يا ليلى انت ما قلتيش طيب هو كده هتحطيه كده ني. طبعا هحطه ني. هتشوفي دلوقتي يا ست البنات. مسكت القلقاسه بتاعتي قشرتها ونضفتها كويس جدا وقطعتها على البلانش زي ما انت شايفه. لكل قلقاسيه ليمونيه، المعادله دي حلوه زي الفل. لكل قلقاسيه يا بنات هنعصر عليها ليمونيه. الليمون بيحفظ لك القلقاس من السنه للسنه، بيفضل زي الفل وابيض وبمبي كده قشطه قشطه. وبيفضل كمان ما يخليش الماده الجيلاتينيه تخلي القلقاس في الفريزر تلزق في بعضه. تمام، لانك لو غسلتيه وحطيتيه في اكياس وشلتيه في الفريزر هيلزق في بعضه. لو ما غسلتهوش وما حطيتلوش الليمون هيلزق في بعضه. المادة بتاعته هيخليه يلتصق في بعض. والله صدقيني الليمون بيحفظه بقى من كل المشكلة دي. تمام، مسكته في اكياس كده خزنته زي ما انت شايفة. وهعمل معاكم كيس. هتقولي لي هتاخدي من خزين العروسه؟ والله ما ياختي من جيت جنب خزين العروسه. انا خدت، مش انا قايله لكم ان انا عامله لها هي 3 اكياس وانا كيسين؟ طيب انا هاخد بقى من الكيسين بتوعي. تمام كده، تمام يا ست البنات. يلا بقى بينا نروح نعمل احلى شويه قلقاس، واقول لك على التركه اللي تخلي القلقاس معاكي ما يجعلص. لان في ناس ايه الكلمه دي علي؟ والله في ناس بتقول لك لما بحط القلقاس في الثلاجه لتاني يوم بصحى الاقيه مكتل في بعضه. هقول لك ايه السر في كده، هحكي لك كل شيء هينكشف ويبان. يلا بينا بقى ننزل بالشوربه كده، نسمي الله ونصلي على حضره سيدنا النبي. صلوا على النبي يا بنات. تنزلي بالقلقاس في الشوربه كده؟ هنا كنت بقول لك لا، لازم تعصري له نص ليمونه. انا لو في العاده الحقيقيه بعصر ليمونه كامله، دلوقتي هعصر نص ليمونه. ليه؟ لان انا كنت محطاه في الفريزر عصر عليه ليمون. هنا هحط له نص ليمونه وهسيبه ياخد ويدي على نار هاديه قوي لحد ما اروح اعمل له السلق بتاعي. غسلته وغسلت طبعا الكزبره وضربتهم في الكبه زي ما انت شايفه كده، كبه او في خلاط، واجي في مصفى اصفي الميه بتاعه السلق بالكزبره في قلب القلقاس. يا خبر ابيض يا خبر ابيض، طعم الخضار العصير بتاعه ده بيدي القلقاس طعم حلو قوي. هنجيب الطاسه بتاعتنا ناشفه ما فيهاش اي ماده دهنيه، وهننزل بيه التفل بتاع السلق بالكزبره لحد ما ينشف خالص من ميته. وبعد كده هديله حته سمنه وهقلبه زي ما انت شايفه. راس توم حلوه كده ومفرومه وانزل بيها
او فصين توم كده مفرومين، وانزل بيهم على السلق بتاعي اللي بيتحمر في حتة السمن. يا وعد يا وعد، ريحة القلقاس بتشممني ريحة الشتاء قوي يا بنات. بحس بالاجواء الشتوية من ريحة القلقاس، يعني ما فهم تفهميش ايه علاقتي بريحته. المهم ايدي الهون دي بتاعت امي، ما حدش يدعوا بيها. هو حد عايب على ايد الهون بتاعت امي دي؟ انا بقول لكم. ايوه، عارفين انتوا الايد النحاس اللي هي توزنها 20,000 طن دي؟ هي دي. ماشي. وبمسك السلق كده، يعني ادقه كده بايد الهون زي ما انتوا شايفين، وبعد كده اطش بقى احلى طشه للقلقاس. تعالي بقى لحمه القلقاس، يا خبر ابيض. حته سمنه، احط عليها شويه ملح صغيرين كده عشان ما يطرطش ويلسعوا على ايدينا، وانزل بحته اللحم. حته اللحمه بتاعت القلقاس ما تتعملش الا كده. تحمري حته اللحمه على الوجهين، بعد كده فصين توم وتنزلي في نص الطاسه كده، وتحطي فصين التوم المفرومين وتقلبيهم يتحمروا. بعد ما يتحمروا يا ست البنات، تنزلي لي بقى بايه؟ تنزلي لي بطشه الخل. الله، هي دي لحمه القلقاس، جربيها. هتحس بطعم القلقاس في حته تانية. طب ايه علاقته ده؟ دي لحمه محمره، بس بالطش. هي دي لحمه القلقاس، امي علمتني كده والله العظيم. جربيها هتدمنيها، ما اقولكيش حلاوتها فيها. وبحبكم قوي 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 قوي. وتعالوا بقى اتغدوا معانا النهارده، اتغدينا احلى شويه قلقاس وحته لحمه ملبسه. والسلام عليكم.